والله افطار حلو جدا. اتضح ان انت ممكن تفطر جلاش. هتقول لي ازاي؟ سالتني ازاي، فهجاوبك ازاي. هقول لك كمل معايا الفيديو وانت هتعرف. بس ما تنساش الفولو لايك والشير. هنعمل جلاش مستوي في الفرن بشكل جبنه اي نوع عجبان عندك تمشي، ما تقولش لا. بالنسبه لي عشان لسه جايب زعتر عرايشي فحابب ادوقه لانه وحش، فهعمله على حبه لبنه عليهم رومي مبشور وشويه من الزعتر العرايشي، وننزل عليهم بزيت زيتون ونديها تقليبه عشان الخليط يتجانس ويبقى في المضمون. هنستخدم لكل صنف انت تحبه طبقه واحده جلاش عشان تكون خفيفه ومش معجنه. وبالجلاش فيها افكار كتير تعملها، لكن خلينا في اللي بنعمله دلوقتي. هنفرد جلاشنا ونركنها ونحضر بيضه عليها شويه فلفل اسود وحبه حليب واديها تقليب في المفيد. لو ما عملتش لايك اديني 1 لايك للتشجيع. هنفرد جلاشنا ونرصص جبنتنا ونديها فرده محترمه عشان تاخد راحتها، وبعدها نديها رول حلو. واي زياده انت شايفه قدامك ملهوش لزوم اقطعه وشيله وتستفاد بيه في حاجات تانية. وعلى فكره ممكن تعمله من الجلاش سمبوسك. اللي عايزنا نجرب يوم نعمل فيه سمبوسك من الجلاش ونشكل فيها قولوا لنا في التعليقات وفورا هنديها. هنحضر الطاسه اللي هندهنها زيت على الخفيف ونرصص جلاشنا الظريف. وممكن نعمل واحده تانية مشكل اي لانشون اي سمك لبن تمر هندي عندك افطر بيه. الفكره خفيفه وسريعه وما بتاخدش منك مجهود. الاهم انك تدهنها بشويه البيض بالحليب عشان ما تنشفش منك كتير. وعلى فكره في بعض الناس بيسقسقوا حليب في الطاسه، لكن في انواع جبنه تانية زي البراميلي والجبنه القريش، عشان الانواع دي من الجبنه بتتشرب الحليب وتبقى جلاشه هشه وكيك في الايد. كل الحكايه 5 دقايق في فرن علوي بالكتير. بعدها كعادتنا هنقطع شويه خضره عشان نرم العظمه. بس في منكم اللي هيسالني مش حرام نرمي باقي البيضه؟ هقول لك عندك حق، عشان كده انا فكرت احط عليها شويه شوفان ونضربهم في بعض ونديها قرص بيض مع الجلاش، حتى شكلها يبقى حلو ويفتح النفس. والفطار مش هقول لك ان هو يا سيدي صحي 100%، بس ان جيت للحق يعني مفيش حاجه في حياتنا بقت صحيه يا عينيا. لا الخضره بقت خضره ولا الريحه بقت ريحه، لكن كل واحد فينا بيحاول يقدم اللي يقدر عليه. صباح الزبده لعيونك الحلوين. وما تنساش لو ما عملتش لايك اعملها وقول لي نفسك في ايه في التعليق. وفي النهايه ادعي لامواتنا بالرحمه ونصلي بينا على الرسول. الاكله كانت سهله ولذيذه وخفيفه ومش محتاج نكتر في الكلام اكتر من كده. صباح الزبده على عيونكم. ربنا يديمكم في حياتي. وطبعا انت قاعد عمال تتفرج واكيد اكيد اكيد نسينا نصلي على رسول الله. فصلي على رسول الله وسمي الله وباليمين يدوق ونستبح كده مع بعض ونرجع نديكم نصايح من بتوع زمان. بسم الله. احنا بس نسينا نحط على البيض شويه ملح، فلو انت هتعمل زي ما انا ما عملت تحط شويه ملح عشان ما تدعيش عليا. لكن قبل ما تحط الملح خلينا افكرك ان انا متعمد ان انا اسيب الملح. ليه؟ لان انا سبق وقلت لك كل ما هو ابيض مضر. ده مش معناه ان احنا نبطله خالص، لكن احنا بنحاول نقلل قدر الامكان منه، سواء كان في الملح او في الدقيق او في السكر او في اي حاجه لونها ابيض. والاهم طبعا انك انت يكون عندك الاراده والعزيمه انك تاخد خطوه، فيا ريت تبطل كسل. وكعادتنا في النهايه ما تنساش الفولو واللايك والشير، واتمنى لي من قلبك الخير. في رعايه الله وحفظه. صباح الزبده على عيونكم. نكمل احنا بقى ايه؟ الزعتر العرايشي. عريشي يعني من غير كلام.